السلام عليكم ورحمة الله، يسعد أوقاتكم. بحب رحب فيكم وبرحب كل مشترك جديد نور قناتي، وبسم الله بنبدأ فيديو اليوم. وصفتنا لليوم هي بسكويت ال10 دقايق بمكونات جدا بسيطة وطريقة تشكيل مميزة. بداية بدي أحتاج لحبتين بيض بحرارة المكان، معلقة كبيرة فانيلا وكوب سكر عادي. بعد هيك رح أقلب كل مكوناتي مع بعضها لحتى أتأكد إنه السكر داب معاي. وهذا هو قوام الخليط يلي لازم نحصل عليه. بعد هيك رح أضيف عليهم معلقة كبيرة ماء زهر، طبعاً اختياري، وبدي أنزل عليهم كوب زيت وأقلبهم مع بعض. وهلأ بدي أحتاج ل3 أكواب طحين، بدي أضيفهم بالتدريج مع النخل لحتى ناخد قوام بسكويت مقرمش من برا وهش من جوا. بعد هيك رح أنزل على الطحين بمعلقة كبيرة بيكنج باودر وانخلها. وهلأ رح أضيف معلقتين كبيرة حتى يكون البسكويت دسم شوي معانا، بتقدروا تلغوهم. بعد هيك رح أقلب المكونات الجافة والسائلة مع بعض لحتى يختلطوا. وهلأ بدي حاول أجمع العجين جمع، ما بدي بالغ بالعجن لحتى البسكويت يضل معاي هش وما يطلع قاسي. وهذا هو قوام عجينتي، شوفوا ما شاء الله النتيجة بتجنن. هلا هاي الخطوة اختيارية، فيكن تخلوهم هيك أو تعملوهم بس بفانيلا وكاكاو أو تلونوهم على حسب المتوفر عندكن. أنا قسمتها ل3 أقسام، بدي أخلي قسم بنكهة الفانيلا، بدي أغلفها مشان ما تنشف وأتركها على جنب. وهلأ أخدت القسم التاني من العجين وراح أتركه على جنب، وبدي أضيف على القسم المتبقي معلقتين صغار كاكاو ومعلقتين صغار حليب، وراح أعجنهم لحتى تتشكل معاي عجينتي اللي بالكاكاو. وهذا هو لون عجينة الكاكاو يلي بدي إياه، رح أغلفها وأتركها على جنب لحتى لون القسم الثالث. على القسم الثالث بدي لونه بالريد فيلفت، ضفت عليه كمية من اللون الأحمر ورح أضيف معلقة صغيرة كاكاو وأعجنهم. ضروري نضيف مع اللون الأحمر معلقة صغيرة كاكاو لحتى نحصل بعد الخبز على نفس اللون. هذا هو اللون يلي بدي إياه. بعد هيك بدي أنتقل لطريقة التشكيل. بدي أحتاج لكمية من السكر العادي، ضفتهم بطبق واسع شوي. بعد هيك رح أخد كمية من العجين، بدي أكورها بالطريقة الموضحة قدامكم بالفيديو وغلفها بالسكر وأنقلها على صينية الخبز. وبدي أشكل كل العجينة بنفس الطريقة لحتى أنهي كل الكمية. بعد هيك لحتى نشكل البسكويت بطريقة كتير بسيطة وموجودة وبأداة متوفر عنا بكل بيت، أخدت هراسة البطاطا وضغطت عليهم ضغطة خفيفة لحتى أحصل على هذا الشكل. طبعا بتقدروا تتركون بهاي الطريقة، رح تفرش معاكم شوي أثناء الخبز وتعطيكم شكل حلو، أو بتقدروا تضغطوا على الأقراص بطرف المعلقة ضغطتين 3 لحتى تاخد شكل زاوية المعلقة. بعد هيك بدي أدخلهم على فرن درجة حرارة 180، بدي أخبزهم بالأول من تحت بعدين من فوق، ما بياخدوا معاكم وقت، تقريبا 10 دقايق. ضروري نترك مسافة بين البسكويتات لأنه رح تفرش معانا شوي أثناء الخبز. وهاي النتيجة النهائية للبسكويت، بنصحكم تجربوها لأن مكوناتها عن جد جدا بسيطة وإن شاء الله تكون متوفرة بكل بيت، وطعمتها جدا طيبة وشكلها مميز وبيلفت للنظر، مناسب كثير للضيوف، بنصحكم تجربوه. فضلا لا تنسولي اللايك وتعليق حلو لحتى ترتفع فيديوهاتي، والاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، وتفعيل جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل شي جديد بنزله. صحتين وهنا يا رب.